تعرض لاعب الفريق الوداد البيضاوي محمد أناجم في ساعات متأخرة من ليلة أمس الاثنين 25 فبراير إلى حادثة سير في الحي الحسني في الدار البيضاء. وحسب ما أفادت به مصادر من عين المكان فإن أناجم لم يصب بأي أذى في حين تعرضت سيارته لأضرار جسيمة. وأضافت المصادر ذاتها أن سيارة أناجم اصطدمت بحائط في شارع في حي الحسني، كما رجحت أن تكون السرعة المفرطة هي السبب. وفور علمه بالحادث تضيف المصادر حضر إلى عين المكان رئيس النادي الأحمر سعيد النصيري. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.